نلبس المايو ده، فانا هلبس المايو ده، هلبس فوقيه دون. خلاص كده جهزت. هحط بس ميك اب خفيف قوي، واحط كمان هنا السان سكرين على ايدي علشان لما انزل في الميه ما اتبهدلش. بصوا انا هستخدم دون، والبيجمنت بتاعه حلو قوي، يعني بيثبت قوي قوي على الوش وعلى الشفايف وبيبقى لطيف قوي. حاسه ان انا هبقى اجريسيف او هبقى عنيفه شويه لو حد بصلي بصه ما تعجبنيش او قال كلمه ما تعجبنيش. هخش فيه شمال، مش هستنى افهم هو عمل كده ليه ولا اساله، هخش فيه شمال على طول حرفيا، عشان اعتقد مش من حق اي حد ان هو يبصلي بصه ما تعجبنيش ايا كان السبب ايه. طيب خلينا بقى نروح نحط ايلاينر. انا مش هعرف احطه دلوقتي قدام الكاميرا ومش معايا مرايه، فانا هروح احط الايلاينر وهاجي تاني. اوكي ده كده شكل الايلاينر. هحط برفيوم بس عشان خاطر انا عايزه ريحه هتكون حلوه كده حواليا، هحط برفيوم. هاخد كمان معايا النضاره دي كده. هاخد كمان معايا الويست باك دي او الكروس باك دي، هاخدها معايا دي، هحط فيها الموبايل والفلوس. بما اني انا رايحه لوحدي اكيد هنزل الميه، فانا مش هبقى مطمنه ان انا اسيب حاجتي بره، فعملت حركه كده، جبت قفل هقفل بيه الكروس باك. بس انا كان برضو لسه عندي مشكله، طب انا هحط القفل فين؟ فقررت ان انا هعلقه في رقبتي عشان هاخد المفاتيح، بس انا مش محتاجه المفاتيح بيت اصلا، فانا هحط الايربودز بس. هي المحفظه عشان ان كيس احتجت الفلوس او حاجه. هاخد الشامبو معايا انا يعني بجد موهومه بالشامبو دي، كبيره كده وحلوه، يعني تحسوها كده عارفين جامده قوي. بصوا بعدين بقى بتروح وتيجي معاكم، فبجد جامده قوي. والنضاره بقى دلوقتي معاكم الصن بلوك، وهزود منه كتير قوي عشان انا ايدي بتتبهدل من الميه والبحر والشمس وكل الكلام ده. بس انا بعمل برضو اللي عليا، وهاخد معايا السان سكرين ده عشان خاطر في الميه برضو هفضل كل ساعه او كل نص ساعه احط منه، يعني نحاول ننقذ ما يمكن انقاذه بدل ما نتحرق بدرجه كبيره، نقلل الموضوع شويه. وبس كده انا خلاص جهزت. انا بس هاخد معايا البشكير دون عشان بس لما اطلع من الميه، انما احنا كده خلاص جاهزين ان احنا نطلع. خليني بقى كده اوريكم الفاينل لوك. ده كده الفاينل لوك. عايزه انزل دلوقتي اجري على البحر حالا. بس كده يا حلوين، ده كده الفيديو بتاع النهارده. ده كان الفيديو بتاع النهارده. تعالوا بقى نروح اللاجونه ونشوف هنعمل ايه هناك ونصور فيديوز احلى بكتير. باي.